عدل القيعي: هناك تخوف من أن قرارات اتحاد الكورة للتمهيد لإلغاء الدوري العام. تحدث عدل القيعي مستشار لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي وقال: كل إدارة تضع النظام الذي يقودها لما تريد، والخوف أن يكون ما فعلته اللجنة الثلاثية الآن بخصوص دراسة تأجيل مباراة الفريق الذي يضم 5 إصابات بالوباء دافع لإلغاء الدوري في النهاية وعدم استكماله. كل فريق يمتلك قائمة تضم 35 لاعب، وبالتالي لا يوجد أي صعوبة في حال وجود 5 إصابات أن تقام المباراة، والفريق يضم 30 لاعب. إصابة حارسين لا تعني التأجيل لأن الفريق يمتلك حراس في قطاع الناشئين، إذن كان كل أسرة يمكن أن تضم 5 إصابات، فهل نحن نمتلك الوقت لتأجيل مباريات الفريق الذي يضم 5 إصابات بين صفوفه؟ وهل بعد ذلك سنقوم بإلغاء الدوري لصعوبة استكماله عشان الأولمبيات؟